السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، أني بمعمل المحاقن الطبية في محافظة بابل، اللي أهل حلة يصيحوا له معمل السرنجات. هذا المعمل تابع لوزارة الصناعة العراقية. هذا المعمل ينتج 80,000 سرنجة، 80,000 سرنجة من هذه الصناعة الممتازة، 5 ملم و10 ملم. هذه الإسرنجة مع الأرباح يقدر المعمل يبيعها ب50 دينار. 50 دينار يربح المعمل، وهذه إنتاجها ممتاز، أحسن من كل الإنتاج الباقي. تدرون هسه المعمل متوقف؟ ليش متوقف؟ شوفوا هاي المكائن كلها متوقفة. تعرفون ليش متوقف؟ لأن وزارة الصحة العراقية راحت تعاقدت ويا شركة صينية تجيب لهم منتج رديء ضعف السعر اللي يشترون به السرنجة العراقية. تعرفون ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأن ماكو بوق هنا، ماكو بوق. راحوا يجيبون سرنجة صينية تلعب النفس، يبيعوها للناس، للمواطن العراقي، حتى يبوقون بالشراء ويبوقون بالنقل ويبوقون بكل شيء. ليش؟ هاي مو صناعة وطنية؟ هذا مو منتج وطني؟ مو عراقيين ذولا؟ مو اكو آلاف العمال هنا يشتغلون؟ ليش اعوف المنتج الوطني واروح اجيبه من الخارج؟ ليش هاي المعامل كلها متوقفة؟ هاي ثروة بلدنا. ليش؟ إذا أكو مسؤول شريف بوزارة الصحة يجاوبني هسه ويقول لي ليش يعوف المنتج الوطني ويروح يجيب منتج صيني يلعب النفس بضعف السعر؟ دمرتوا البلد. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص دا يسوي هيك بالعراق. هاي الصناعة العراقية هيك تدمروها حتى تنتهي، حتى ينتهي الاقتصاد العراقي. حسبي الله ونعم الوكيل.